النهارده عن واحد بيقول: انا امي هتموت وتجوزني، انا ابنها الوحيد وملهاش غيري في الدنيا. عايش انا وامي لوحدنا، شقتنا كبيره، وامي كل شويه تقول لي: يا ابني اتجوز اتجوز اتجوز. المهم انا ليا صاحب انتيمي بقالنا 13 سنه مع بعض، اعرفه واعرف اخواته واهله، وعلى طول عندهم وهو على طول عندي. فقاعد معايا امي كل شويه تقول له: يا ابني دور لي على عروسه خليني اجوزه وافرح بيه قبل ما اموت. المهم اخدت صاحبي ونزلت، وطول ما احنا ماشيين ليه اخت شغاله مدرسه واخت التانية مهندسه. المهندسه دي يعني معوجه شويه كده ومتكبره شويه، التانية عاديه. فكل لما تتاخر ويبقى عندها دروس مثلا بالليل متاخر نروح نجيبها انا وهو ونوصلها بالعربيه ونروحها البيت. دايما كلامه بيبقى عليها حلو. حسيت ان البنت دي محترمه، هم اخواته الاتنين الصراحه محترمين زياده عن اللزوم، ومفيش اي كلام عليهم، محترمه جدا جدا. المهم احنا ماشيين في السكه فلقيته بقول له: دور لي على عروسه بقى بفعلكوا كده عشان واخلص من كلام امي كده، خليني اجيب لها واحده تونسها في البيت. قال لي: هو انت كمان هتتجوز في شقه امك؟ قلت له: اه. هو هي ليها غيرها؟ هو انت شايف شقه امي كبيره كمان عاجبها تتجوز في شقه امي؟ عاجبها؟ مش عاجبها خلاص ما تتجوز. قال له: بقول لك ايه، تعالى اتجوزك اختي. قال له: انت بتهزر؟ قال له: لا والله. ايه رايك اجوزك اختي؟ ما انا اخطب لاختي. كلام الشباب بقى، ناخده اللي نعرفوه احسن من اللي ما نعرفوش. واعرف اربيك انا واعرف امشيك. عارفين بقى شباب ما يهزروا مع بعض كده، كنا بنهزر واخدين الموضوع هزار. بعد كده ما روحت فكرت في الموضوع وقلت: ايه، انا ما اخدش واحده من اخواته، فعلا البنات محترمين ومتربيين. فقلت: خلاص انا هاخد المدرسه. قلت له لما روحت كلمته في التليفون وقلت له: هو انت كنت بتتكلم جد على موضوع اختك؟ انا اقترحت الموضوع على ماما وماما قالت لي ده يوم المنى، ايه رايك لو ماشي نتمم الموضوع على خير؟ قال له: انا هكلمهم الاول هنا واخد رايهم. انا كنت بقول لك كده، افرض اختي مش عايزه او بابا شايف حاجه تانية، انا ما اقدرش الومك. ممكن انا اوقف في النص كده واجوزك اختي وابقى رايح جاي كده اهزق فيك براحتي. قعدنا نهزر مع بعض بس كلمهم، وفي ساعتها بعديها ب10 دقايق كان الرد عندي. يعني استغربت بسرعة. ما كملناش 3 ايام وكانت كل حاجة متسهلة. ماما راحت لها البيت وقالت لهم: انا ابني هيعيش معايا عشان ما عندوش امكانيات ان هو يجيب شقة تانية، والشقة كبيرة وكده كده 5 اوض، انا هاخد اوضة بس بالحمام بتاعها، هاخد الاوضة الكبيرة بحمامها واحط فيها صالون او انتريه واعيش فيها، انا بس هستعمل معاكي المطبخ. انت برضو راضية؟ يعني انا قلت هترفض بسبب موضوع الشقة؟ لا، راضيين بكل حاجة. طب احنا معناش امكانيات نجيب العفش كله، هنجيب بس نفرش اوضتين وداد، والباقي هنخليه احنا لسه موضبينه، يعني هننجد، ممكن ننجد ونلمع الحاجات القديمة ونكمل. لقيتهم برضو موافقين، وبابا قال: خلاص الحاجة اللي مش هتقدروا تجددوها انا هبيعها واجيب مكانها. حاسس ان الجوازة متسهلة والجوازة متيسرة. قلت اقعد سنة. بابا قال لي: لا، ليه سنة؟ ما كل حاجة موجودة خلاص. اللي انت مش هتقدر تعمله انت بيض الشقة وانا هكمل اي حاجة، او انت اعمل حساب الاوضتين وانا هبيض الشقة لبنتي على حسابها. فعلا ابتدى يعمل ديكورات في الشقة على حسابه. استغربت جدا، لقيت كل حاجة اقول عليها البنت مش معترضة، موافقة على كل حاجة. هتقعدي من الشغل؟ تقولي تمام هقعد من الشغل بس هاخد اوضة من الشقة اعمل كام درس كده في البيت، ما انا ما ينفعش كنت بشتغل واقعد مرة واحدة. لقيت كل حاجة متيسرة، كل حاجة اقول لها عليها تقولي تمام. استغربت جدا، واحدة متعلمة وواحدة مدرسة وبيدخل لها دخل شهري كويس قوي، ازاي هتقبل ان هي تقعد من الشغل؟ وازاي هتقبل ان هي تقعد مع حماتها؟ حسيت ان الموضوع في حاجة، حاسس ان الموضوع ان هم بيدبسوني في حاجة، في حاجة مش مظبوطة، لان كل حاجة هم موافقين عليها. يعتبر ابوها اللي هيجوزنا. لا، كده في الموضوع انا مش عارف، رغم ان انا عارف ان هما ناس محترمة وناس كويسين جدا واخلاق ومتدينين، ويعتبروا بقول لكم بقالي 13 سنة معاهم، يعني عمر تاني. مش عارف، انا قلقان، حاسس ان كل حاجة جاية بسرعة. انا لسه خاطب بقالي شهر وهتجوز خلاص، يعني بفنش في الشقة وهتجوز، يعني ممكن 10 ايام وتلاقوني اتجوزت. قلقان جدا من الموضوع ده، حاسس ان احنا كده ما قعدناش اخدنا على بعض ولا اتكلمنا مع بعض كتير. انا عارفهم بس ملناش طباع مع بعض. والبنت كل مسألة على اي حاجة تقولي: اللي انت عايزه انا معاك فيه. تمام، لو حاجة ناقصة خلاص انا معيش اكمل ده دلوقتي، تقولي: خلاص اخد فلوس اهي وكمل وجيب اللي انت عايزه. انا كده مش عارف، حاسس ان البنت فيها عيب، فيها ان الموضوع فيه حاجة غلط.
الصربعة والموافقة على كل حاجة، حتى الشبكة والمهر وأي حاجة متيسرة ومتسهلة، اللي تقدر تجيبه جيبه، مفيش مشكلة. الشبكة دي هدية منك، مش هنربطك بحاجة معينة. عايز تجيب دبلة وخاتم، عايز تجيب شبكة كاملة، براحتك، اللي انت عايزه تجيبه هاته. الموضوع قلقني جدا، هل هي كده عادية والجوازة تمام، ولا في حاجة في النص ولازم اخليها تعمل لي كشف عذرية؟ وانت ليه زعلان ان الدنيا ماشية ومتيسرة ومش متعقدة؟ هو لازم يبقى في مشاكل ويبقى في عقد عشان تبقى الجوازة البنت سليمة وما فيهاش عيب وما فيهاش حاجة؟ الناس يعتبروا مربيينك وعارفينك وشارينك، وبيقولك اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. ممكن البنت كانت معجبة بيك مثلا او عارفاك واخلاقك وعارفة اخلاقك وتربيتك، ومن كتر كلام اخوها عليك في البيت واللي بتشوفه من اخوها وكلامه وحبه ليك، البنت حبتك وبقى ليها مشاعر من ناحيتك. يعني عادي ان انت تطلب ان انت تخطبها وان هم يوافقوا عليك، وان الحاجة كلها تبقى متيسرة، وتقبل ان هي تعيش مع مامتك عشان عارفة تربيتك وعارفين مامتك، ومن كلام اخوها عليك عارف ان انت شاب كويس واخلاق، ومش هيوقفوا الجوازة او ان هم يعطلوا الدنيا عشان واحد لسه هيعرفوه او يعقدوا له الدنيا عشان يبوظوا الجوازه. ليه؟ هي عايزين يفرحوا ببنتهم ويسطروها، ليه تطلب كشف عذريه؟ دي معناها ان انت مش واثق فيهم، ما حتى هتجرح صاحبك. ان اختيار صاحبك ليك كان عدم ثقه، ان هو يختارك، ان انت ما اديتوش الثقه اللي هو اداها لك، وان هو اختارك، وان هو فكر ان هو يجوز اخته. ده محبه فيك، وان هو شايفك ان انت شاب كويس مش اكتر. كل حاجه متيسره دي حاجه من عند ربنا بقى، ربنا مسهل التسهيل من عنده وميسر لك الحال. يمكن انت شاب كويس عشان كده ربنا مسهل لك الحال، هي بنت بنت حلال عشان كده ربنا ميسرها، مجمع الا لما وفق. الدنيا ماشيه، ليه عايز تعقد الدنيا؟ مش مشاكل بقى في رزق بيبعتوا لك ربنا وبيطبطب على قلبك لغايه عندك، ان هو يفرحك، ان هو يجيب واحده بنت حلال لامك ان هي تعيش معاها. ده جزاتها ان هي ما قالتلكش لا انا عايزه شقه بره ومش عايزه مامتك تقعد معايا. قليل قوي ونادر جدا لما تلاقي حد موافق ان هو يقعد مع حماته في نفس الشقه، او ان هو يبقى هيعيش مع حماته ويشيلها حاجه زي كده. الست، الناس شايفين ان امك ست محترمه وست طيبه، ابنها الوحيد، مش هتعيش قد ما عاشت، يعني هقعد معاها والعمر بقى نكملوه مع بعض في محبه وموده. يمكن تطلع ست طيبه، الست اللي مطلعه ومربيه شاب زيك. يعني هم من وجهه نظرهم ان هم شايفينك محترم وكويس لبنتهم، يقولوا لك اكيد هتبقى ست طيبه وكويسه ومفيش ان هي مش بتاعت مشاكل. واكيد من كلام اخوها عليك وعلى مامتك فالناس حبوك، والناس امنوا لك يعني، وبقى في ثقه ان هم يدوك بنتهم ويقولوا لك ان انت شاب كويس هتامن هيامنوا على بنتهم معاك. عشان كده مسهلين لك كل حاجه، وبيقولوا بدل ما الدنيا تقف في الفلوس، مش كل حاجه اللي معاه يسد او اللي معاه يشيل. مش معنى ان هم شايلين عنك حاجات كتير ان هم بنتهم فيها عيب، او ان هو جه قال لك تعالى خد اختي او اخطب اختي ان البنت فيها عيب ولا فيها حاجه. لا، انت بتقول ان الناس محترمين، بلاش يحصل مشاكل بينك وما بينهم، بلاش تفتعل المشاكل. ايه شهاده عذريه اما انت مش واثق فيها من دلوقتي، يبقى هتاخدها ليه بناقص؟ انت بتجرح صاحبك قبل وبتهين صاحبك قبل ما بتهين اخته. فبلاش تعمل مشاكل وتصرفك غلط. لازم تبقى عارف ان هم واخدينك محبة، اعتبروك زي ابنهم، واللي معاه بيصب على الفاضي. بيقول لك ولاد الحلال يعني بيتسهل لهم الامور، فانت شكلك ابن حلال وهي بنت حلال، فربنا ميسرها ومسهل كل حاجة، مفيش حاجة متعقدة. يعني احنا عشان مفيش مشاكل ومفيش حاجة وقفت في النص ومفيش، ربنا ميسر ومسهل الحال، احنا بقى نخترع مشاكل لنفسنا؟ توكل على الله يا ابني وبارك الجوازة وعيش حياتك واتجوز، وبلاش تفتعل المشاكل وبلاش تخترع اختراعات غريبة. توكل على الله. طالما انت عارف صاحبك وبقالكوا 10 سنين مع بعض وعارف تربيته واخلاقه، يبقى خلاص توكل على الله، وربنا يسعدهم، اللي يسعدك ويسعدها ويهدي سركم مع بعض ويعيشوا حياة سوية هادئة. ولاد حلال عشان كده ربنا مسهل لكم وميسر لكم الحال. لو انت مش عايز الجوازة وحاسس ان انت في مشكلة، يبقى خلاص انت اللي معقد، وصدقني ذنبها لو سبتها ربنا هيوقعك في واحدة، يعني مش هقولك هتبقى عاملة ازاي. وبنات الحلال يعني قليلين دلوقتي في الزمن ده اللي واحدة تقبل تعيش مع حماتها، فارضى بما قسمه الله لك
وكمل حياتك وكمل الجوازة، مفيش عيب ولا حاجة ان شاء الله. صلي صلاة استخارة واللي ربنا هيدلك عليه. توكل على الله فيه. اخلاق، مش معنى ان صاحبك هو اللي قالك تعالى اتجوز اختي ان البنت فيها عيب، ولا ان هم عايزين يسطروها بسرعة وخلاص. هم عايزين الستر لبنتهم وعايزين راجل ابن حلال في نفس الوقت. هو شاف فيك ابن الاصول، شاف فيك الراجل اللي هيصون اخته ويأمنه على اخته معاه، اللي اخته هتبقى مبسوطة وهيعرف يحافظ عليها. هو شاف فيك كل الصفات الحلوة. بلاش انت تطلع صفات وحشة وتطلع كلام ملهوش اي لازمة. ده رأيي انا. شوف رأي الناس في الكومنتات هتقولك ايه. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. السلام عليكم.